السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ونبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة الفيديو بتاعنا فيديو حلو جدا جدا جدا. هنتكلم عن بقع المفروشات. ازاي تطلعي بقع المفروشات بكل سهولة، والفرق بين منظف المفروشات ومزيل البقع والمبيض. يعني دول كده دول مع بعض، اتنين مع بعض، حاجتين بيبقوا زي دويتو كده مع بعض. ده شامبو المفروشات، اللتر فيه منه حجم 600 ملي. بناخد كوباية من المفروشات على نص كوباية من المية، وبنحطها في وعاء او طبق ونرغي كويس جدا، وبناخد الرغوة من على الوش وبندعك بيها بسبونشة. طيب البقعة قوية جدا ومش راضية تطلع، يعني مش مثلا اصفرار مثلا بيبي، مش مثلا مكان اتساخات كده، لا دي بقعة مثلا دم، بقعة حنة، بقعة حبر، بقعة حاجة قوية، شوكولاتة ناشفة بقالها فترة، بقعة قوية يعني. فبنضطر ساعتها نحط غطا من مزيل البقع مع شامبو المفروشات، مع شوية المية اللي احنا بنحطهم، ونرغي وناخد الرغوة فقط نستخدمها. طب بنستخدم شامبو المفروشات ده على ايه؟ بنستخدمه على المرتبة، الركنة، على الانتريه، على السجادة، صالون، اي حاجة. هو امن جدا على المنسوجات، لانه طبعا انتوا عارفين ان شركة لاستر منظفاتها منظفات فنادق. طب زي ما انا ما قلت بنستخدمه ازاي؟ بناخد الرغوة فقط، بنرغي وناخد الرغوة فقط بسبونشة وندعك، ونجيب فوطة مبلولة نمسح بيها الرغوة اللي احنا عملناها، بعدين فوطة ناشفة ننشف بيها مكان ما احنا ما عملنا الرغوة. طيب بقى انا ليه بقول ايه الفرق بين المفروشات والمبيض؟ الله، هو المبيض ده مش لمبيض الملابس بس. هو المبيض للملابس بس، في ناس بتستخدمه مثلا على المرتبة، بيكون مثلا ما عندهاش مفروشات، فبتحط شوية في بولة، شوية مية يعني في بولة، وتجيب معلقة او معلقتين من البودر وترغي. هو مش بيعمل رغوة طبعا، بس بتاخد المنتج نفسه بالمية بقى نفسها وايه، وتدعك كده. عايزه اقولك برضو بيفرق جدا جدا جدا. هو ده المبيض الملابس ده، انت بتاخديه معلقتين منه لكل كيلو، او معلقه لكل كيلو، بتنقعيه بيه في ميه فتره لمده ساعه، وبعدين بتشيليه بميته تحطيه في الغساله، وتحطي مع المسحوق برضو معلقه او معلقتين. طيب هو امن؟ امن، بس بيحتاج بقى ان انت برضو تنشفيه بحته مبلوله، وبعدين تنشفيه بحته ناشفه. وبيستخدم في المراتب والمخدات، عشان المراتب والمخدات على طول بتبقى بيضة، فبتكوني عايزة تخليها ناصعة كده، يعني بالذات المخدات بيستخدم فيها. وممكن في مخدات بينفع ان انت تغسليها، فبتغسليها بالمبيض في البانيو، في الغسالة، في الحاجات دي، او بتفك الكياس وتحطيها. في ناس هتقولي طب ايه لازمة بقى منظف المفروشات لما انا استخدم الموبايل؟ لا، انت فكيتي دلوقتي البياضات او المخدات او الحاجات دي وهتحطيها في الغسالة. لا، انقعيها في شوية مبيض وحطيها في الغسالة مع المسحوق بتاعها. فهو ده يعني الفرق بين استخدام المبيض والمفروشات. ان انتي لما الحاجة بتكوني هتقدري تغسليها او هتنقعيها فيبقى المبيض، لكن المفروشات للسجاد، الركنة، الانتريه، المرتبة، على الناشف من غير مية، لكن ده هيبقى بمية. انت هنا هتاخدي الرغوة فقط وهينشف بسرعة، هنا مش هتاخدي الرغوة. يعني في ناس بتستخدمه كده، ف شابوه ليكم ان انتوا عرفتوا طبعا تستخدموه كده وتعملوا كده. بس لو تستخدموه احسن في المخدات، بس لما تفكوها وتغسلوها وتنقعوها وتغسلوها هيكون اسهل عليكم. لكن لو على المرتبة هياخد وقت على ما ينشف، وطبعا هياخد وقت معاكم في التنشيف بحتة مبلولة وحتة ناشفة، لان هيكون مية مش رغوة زي المفروشات.
طبعا منتجاتنا حاصلة على شهادة الايزو، مرخصة، معمولة بتقنية النانو تكنولوجي. الشركة بتاعتنا شركة عالمية، فتحت فرع في الامارات. فمش عايزة اقول لكم قد ايه شركة لاستر شركة من يعني الانواع اللي فيها او المنظفات اللي فيها من اجود الانواع الموجودة في السوق، بل هي اول المنتجات الاونلاين او اولى الشركات الاونلاين في مجال المنظفات الفنادق والمبيدات الحشرية الامنة. فانا طبعا مش بفكركم بحاجة زي كده، انا بقول للناس للي متعرفش ايه هي منتجات شركة لاستر. تمام. لو في اي حاجة انتوا عايزين تعرفوها عن المنتج اكتر عن كده، اكتر من كده يعني، ان شاء الله هسيب لكم رقمي يعني في الفيديوهات، وتكتبوا لي في التعليقات انتوا محتاجين مني ايه وانا اعمله لكم في الفترة الجاية ان شاء الله. وهنتكلم بعد كده عن منتجات كتيرة جدا في شركة لاستر، كل منتج احنا بنتكلم فيه على فيديو خاص بيه. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. كانت معاكم ضاء رمضان بنت لاستر.